اليابانيين والصينيين يا عم كلهم شبه بعض، انا عارفهم بعض ازاي؟ حتى في صوره مشهوره قوي على الفيسبوك اللي هو ايه، طلع مين الاثنين الاخوات وتكسب عربيه مازدا، طلع مين البنت وتكسب تلفزيون ال سي دي. طب اقول لكم حاجه جميله جدا، في تايلاند لقيت واحد جالي، على فكره انتوا في مصر كلكم شكل واحد، انا جيت مره اتفرجت على الاهرامات ببص على كل الناس، ايه ده؟ انتوا كلكم شبه بعض في مصر، انتوا ازاي عايشين؟ فاللي هو ها ده حقيقي. ولا ببساطه شديده بعد 25 سنه من الغربه في المانيا، الحاج خميس والدي بيبص لبعض الناس، بسكت، ده ابيض، ده احمر، ده برتقاني، ده بنفسجي، فاللي هو بقول له ايه يا حاج؟ ازاي يعني ما انت كنت في المانيا وفي امريكا عربي اهو؟ يقول لي لا، ما انا 10 قوم 40 يوم منصوره منهم، قلت له انت دلوقتي الماني، اول ما يتنرفز يشتم بالالماني. فده ياخدنا لايه بقى؟ ان انت لما بتروح اي دوله سلوكك اللي بيحدد هتضطهد ولا لا، هتحس بالغربه ولا لا، هتتعامل كويس ولا هتتعامل وحش. ازاي؟ انت رايح امريكا داخل محل كويس كده عايز اكل، فقلت له بليز جيف مي همبرجر. عارفين عامل ازاي؟ انا داخل مطعم غربيه كده اريد شطيره من الدقائق. بالظبط. ليه؟ لان انت بتتعامل معاه بمنظور كتاب هلو مش بمنظور هو. وده بيلخص لنا الصوره كلها، يعني ايه غربه؟ وانا عندي 7 سنين او 7 سنين او 6 سنين كانت اول مره اخرج بره مصر. انا كنت عايش في السويس في جبل عتاقه، اللي يعرف السويس يعني، بصحى من النوم اشوف الجبل، انام بالليل اشوف الجبل، وانزل العب في الشارع اشوف ايه؟ الجبل. فبابا يلا يا جماعه احنا مسافرين بكره، مسافرين بكره، ماشي يا بابا رايحين فين يا؟ قال لي رايحين المانيا ان شاء الله حبيبي. قلت له ماله المانيا حلوه اكيد، دي مش دي اللي بتلعب في كاس العالم؟ قلت له ايه؟ قال لي ايه اللي بتلعب في كاس العالم؟ كان وقتها كاس العالم 98 وبقى ومايكل فولر وبتاع قشطه. فركبنا الطياره تمام ونزلنا المانيا. انا اول ما نزلت في المطار، المجد للشيطان معبود الرياح الذي قال لا في وجه من قالوا نعم. ايه ده؟ بروح مكتشف في المانيا، طبعا هو ما ردش عليا في المطار والزحمه بتاع، فانا اعتقدت ان دي اللغه الالمانيه. بيتكلموا زينا، المشكله يعني انا جبل وجبل وجبل. تمام. رحت المدرسه اول يوم بقى، رايح الحضانه، طفل حلو جميل كده فرحان بقى رايح الحضانه، فلقيت الناس والله ما رضوش يدخلوني المدرسه. هحكي لكم قصتي في الاخر. رحت الحضانه، فالست بتتكلم رخم رخ ورد بخ، فانا قلت يلا يبقى هي دي اللغه. عارفين انتوا بقى لما عايز صغير يقعد مع اصحابه عايز بقى يوريه ان هو بيفهم لغات بقى، ورمبخي شينيه فاصحابه ايه ده انت بتعرف انجليزي؟ الله. بس فانا اعتقدت ان هي دي اللغه الالمانيه. فطبعا الست راحت جايه بعت لوليه الامر اللي هي امي، والله يا ابني ده محتاج يتعلم لغته الاول وبعد كده يتعلم لغه ثانيه وبعد كده بقى نبقى نعلمه ايه؟ الالماني. عبال ما قدر يستوعب ان ايه بقى؟ في دول وفي قارات، طبعا في عندنا اعتقاد مثلا ان العالم الناس زمان كانت بتشوفها ابيض واسود. مين ما كانش يعتقد كده؟ تمام؟ كان في اعتقاد عندي بقى، كنت بتفرج على قناه الام بي سيز بدل زور الدش، فمين يقول الشرق الاوسط الشرق الاوسط الشرق الاوسط الشرق الاوسط، فقلت خلاص اكيد في دوله اسمها الشرق الاوسط. جينا بعد كده لعبنا في نهائي كاس الامم بتاع 98 جنوب افريقيا جنوب افريقيا جنوب افريقيا، في دوله اسمها جنوب افريقيا، يبقى احنا فين؟ احنا شمال افريقيا، يبقى هم العالم جنوب افريقيا وشمال افريقيا والشرق الاوسط. الله. اللي انا عايز اوصله من كل ده ايه؟ ان مدى علمك بالمكان اللي انت رايحه هيحدد هتعامل ازاي، هشوف المكان ازاي. انا بدات اسافر من وانا عندي 7 سنين زي ما قلت لكم. اول دوله رحتها كانت المانيا، نزلت من المانيا للسعوديه. الشارع كله لونه ابيض، العربيات لونها ابيض، الناس لونهم ابيض، في قفاطين حلوه كده، كلابيه ده حلو بيقول لك عليها المصريين هناك، حاجات سودا كده ما تعرفش ايه ده. وانا في المدرسه كل الموجودين شبهي، لابسين قفاطين وقاعدين يا شيخ طال عمرك ويا استاذ وبتاع، كله كلام جميل قوي. فين يا جماعه البلد؟ بعد السعوديه دبي، شعر اصفر والطرحه راجعه لورا شويه والعبايات ضيقه شويه معلش يعني. تمام. والناس هناك ايه؟ بدله ممكن تلاقي الغطره ما تلاقيش الغطره. بعد دبي فين؟ انجلترا، بدل بلاطي بس شكلها حلو قوي. بعد انجلترا ايه؟ هولندا، امستردام، عاصمه الفجور. كل الخلاط الثقافي ده وصلنا لايه؟ ان احنا هنا في مصر ممكن تحس بالغربه جوه بلدك،
اسكندراني لما يروح القاهره ويلاقي نفسه مش عارف الاتجاهات يسال واحد هيقول لك ايه؟ مين هنا بيسال على المكان في القاهره؟ بص تاخد الشارع لحد اخره محطه المترو، الشارع اللي بعدها على طول. تفضل انت ماشي 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 توصل عند محطه المترو اللي قال لك عليها، ايه ده؟ لا بص تركب المترو تاخد خط شبرا وبعد كده بقى تروح طالع بنفق رايح المرج، عارف خط المرج؟ انزل هناك بقى واسال. وهكذا وهكذا وهكذا. ده طبعا ايه؟ تجربه اي واحد يسال عن مكان في القاهره. طيب احنا بقى الاسكندريه بقى عايزين نريفنج، انت على البحر جالك واحد من جنبك والنبي بس قول لي بس دي جابك منين؟ بص تطوري كده مع البحر هتلاقي قصر المنتزه، لف بقى من هناك وارجع هتلاقي سيدي جابر على طول. تمام؟ الريفنج بقى انت ايه؟ انت ايه في اسكندريه مين بيجي صيف عندك؟ القاهره والغلابه بتوع المحافظات. كنت في طنطا وكان في مين هنا كان معانا عشان في طنطا. كنت في طنطا عباره عن شارعين بالظبط، مع اعتذار لاي حد طنطاوي بس هي شارعين. فاحنا في طنطا في حته انا عايز اروح السيد البدوي، اسكندراني سايح بقى وقفت تاكسي على السيد البدوي، اتفضل ركبت دقيقتين السيد البدوي او اقل من دقيقتين، هو يا دوبك عدى حته كده بس. فده ياخدنا ليه بقى؟ الكونكلوجن النهائي ان احنا مهما اختلف المكان اللي احنا فيه في بلدك براها امريكا اوروبا الهند السند اليابان نفس المواقف ممكن تحصل لك، بس كله راجع لايه؟ what you are doing will lead to what being done to you. انا الاتيتيود بتاعي طريقه تعاملي طريقه كلامي هتخلي الناس تعاملني نفس الطريقه. ما ينفعش مثلا احنا عندنا السياح هاي بليز تيت يو اوكي، عايز اما اروح امريكا يعملوا لي ايه؟ يقولوا لي هاي برضه بليز. لا تمام. كنت ماشي مره مع واحده صديقه امريكيه، هي من اصول اسيويه بس هي عمرها ما شافت ايه؟ اسيا، زي كده نبيل اللي هي من النوبه عمرها ما شافت النوبه، فهي شكلها اسيوي يعني عامله كده اهو شكلها اسيوي. فاحنا معديين بقى شيكوموكو سيكيموني ساكامونو سكر، فهي وقفت كده. هي طبعا ايه الولد ما يعرفش يعني ايه سكر بس هي سكر بيشتمني. هو الولد شاف واحده عليها عامله كده اهو صينيه خلصت. فنفس الكلام هم احنا هنروح هناك شافوا واحد كده شكله مش شبههم من افغانستان جاي يفجر لنا البرجين. فبالتالي نصيحتي ليكم ان لما نروح اي دوله نحترم نفسنا وما نقولش لبابليك. واخر حاجه عايز اقولها لكم ان ما نعرفه الان كاوطان من 100 عام لم تكن اوطان. شكرا.